الأستاذ عبد الإله خطابي في إطار فعاليات مهرجان سينما القرية بمولاي إدريس زرهون وبقصبة بني عمار. احنا الآن في دار المرحوم القايد حدو في ضيافة الحاجة رقية الجبلي في هذا البوح، في هذه الحميمية، مع الأصدقاء، مع المهرجانيين، مع الفنانين، بحضور بنات المرحوم محمد عصفور الذي يحتفي به المهرجان في هذه الدورة، دورة المرحوم حميد بيزو، بحضور نقاد أرى من بينهم الأستاذ أحمد فرتات، من بينهم عز العرب العلوي، وأيضا من بين الحضور الأستاذ عبد الرزاق بدوي وعائشة ساجد ومجموعة من الفنانين الذين يتواجدون الآن معنا في هذه الحميمية. وأشير إلى مسألة في غاية الأهمية، وهو أن هذه المبادرة هذه اللي كيقوم بها هو قناة نور ويب تيفي. نور ويب تيفي اللي كتحتفي بالهامش والمهمش والمناطق المقصية هي الآن في هذه المنطقة، في قصبة بني عمار، في قصبة بني عمار اللي جات لها هذه القناة الإعلامية اللي كتعطي الصوت للناس اللي ما كيتسمعوش. الآن غيتسمعونا وغيتعيشوا معنا لحظات حميمية، كلها حميمية، كلها زجل وفن وبوح. وشكرا لقناة نور ويب تيفي. احنا